على طول بافتكر جملة الشيخ الشعراوي الله يرحمه: لا يرفع قضاء حتى يرضى به. وسبحان الله، الصبر مذكور كتير في آيات القرآن، لأن الصبر والرضا من أصعب الاختبارات اللي ممكن إنسان يمر بيهم في حياته. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. على طول بسأل نفسي، ليه أجر الصابرين عظيم بالشكل ده؟ انتوا عارفين احنا ليه بنتعب قوي واحنا بنصبر؟ عشان احنا بنصبر على حدث مخالف لهوانا وطبيعتنا البشرية. مخالف لطبيعتنا البشرية لأن هي بتميل للاستقرار والروتين والأحداث المتوقعة، وإن احنا بنحب نكون متحكمين في اللي بيحصل. فجأة حالك بيتقلب، فجأة حساباتك بتتغير، بدون مقدمات بتختبر في نعمة كانت لسه بين ايدك من لحظة فاتت. فجأة بتشوف الوش الحقيقي للدنيا وقد ايه هي قاسية. فجأة بتفهم ان مفيش ثوابت ولا ضمانات في الحياة دي، وان كل شيء بيسير بقدر الله بدون اي تدخل منك. ساعات الدنيا بتلهينا وبتنسينا ان الدنيا دي دور ابتلاء ودور اختبار، مش دور نعيم. الراحة مش هنا خالص. انت متخيل ان شخص يصبر ويحمد على ابتلاء وهو مش عارف هيخرج منه امتى؟ شخص بيصبر على وجع فقد وحسرة الفراق ويحمد ربنا وهو مش شايف بعينيه العوض، بس هو متيقن بان كل امر المؤمن خير. يصبر على مرض ما يعرفش الشفاء منه امتى وازاي، وهل هيتعافى منه اصلا ولا لا. طب يصبر على قلة الرزق والضيق في المعيشة وهو راضي من جواه ومستشعر باقي النعم اللي عنده. يصبر على ابتلاء في ولاده وهم اغلى نعمة عنده، بس بيعمل اللي عليه وبياخد بالاسباب وراضي باللي ربنا كتبه. اللي يقولك ان الصبر على الابتلاء ما فيهوش مشقة ومجهود ومجاهدة للنفس يبقى لسه لم يختبر. من الشعارات والكلام مفيش اسهل منهم طول ما انت مش المبتلى، طول ما الامتحان مش امتحانك. ربنا يربط على قلب كل من صبر على فقد ذرية، فقد عزيز، على كل من صبر على مرض، على كل من يعيش ضيق حال، على كل اللي عنده ابتلاء في فرد من افراد عائلته او في ذريته. لكل صابر محتسب، تخيل ان ربنا عز وجل في كتابه العزيز يبشرك، يحبك، يوفيك اجرك بغير حساب.